تخيلوا معايا كده الساعة 2-3 لسه مخلصين غدا بقالنا نص ساعة، ولكن جايين نرجع نكمل شغلنا او نكمل الحاجات اللي ورانا، لقينا ان عينينا بتقفل لوحدها. دماغي تقيلة اوي، مش قادر افكر ومش عارف اخلص اللي ورايا، وبدور على قهوة. يمكن القهوة دي لو شربتها دلوقتي هي اللي هتفوقني وتخليني اخلص كل الحاجات اللي عندي. لو انت حسيت بالاحساس ده قبل كده، ففي الكورس ده الهدف منه هو ان احنا نحل المشكلة دي تماما. ناس كتير بتبقى فاكرة ان المشكلة دي هي مشكلة ديسيبلين او مشكلة انضباط بينه وبين نفسه، ولكن في الحقيقة هي مشكلة نوع الأكل اللي احنا بناكله وتنظيم الأكل اللي احنا بناكله. وده مش كورس في الدايت، يعني احنا مش هنقعد نقول برضو ان انت ما تاكلش ده وما تاكلش ده وما تاكلش ده، او ان احنا نقعد نعد سعرات، ولكن هنفهم ازاي الأكل بيأثر على تفكيرنا وتركيزنا والمود بتاعنا، وازاي نحسن ده، وازاي نستعمل الأكل علشان نشحن طاقتنا ونفضل مركزين طول اليوم.